السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم. لقاء يتجدد على قناة بتاع عربي مع درس جديد من دروس اللغة العربية فرع القراءة بعنوان طريق النور. بنتكلم في درس النهاردة عن لويس برايل الذي تحدى إعاقة فقدان البصر، والذي اخترع طريقة جعلت الكفيف الأعمى يقرأ بسهولة. تعالوا مع بعض نتعرف على الدرس وعلى المعاني المهمة وعلى الأسئلة اللي ممكن تجيلنا على الدرس. بيقول إن في سنة 1812 في قرية من قرى فرنسا، في إحدى القرى الفرنسية، حدث إن في طفل صغير كان عنده 3 سنين، كان بيدعى يعني بيسمى لويس برايل. صاحب أباه يعني رافق أباه، راح مع والده. كان والده بيعمل صانع سروج. السرج هو الذي يوضع، الغطاء الذي يوضع فوق الدابة، فوق الحصان. فصحب والده إلى محل عمله، كان قريب من المنزل، وأخذ يلهو بمثقابين. المثقاب هو الآلة اللي بتصنع الثقوب. مثقابين مفردها مثقاب، والمثقاب هو الآلة التي تصنع الثقوب، الإخرام. الآلة اللي بتخرم زي الحزام الجلد، لما بتلاقي في الإخرام دي بتلاقي عند بتاع الأحذية آلة كده، حاجة حديد بيخرم بيها. الآلة دي كانت عند والده في المحل، لأن هو بيصنع السروج ودي من جلد، فبيحتاج برضو يخرمه عشان يحزم بيها الحصان أو الداب. لويس برايل كان بيلعب بالآلة دي، يلعب بالمثقبين، وهو بيجري زلت قدمه. زلت يعني تعثرت وانزلقت وانحرفت، فوقع على الأرض. المثقبان بقى من حظه الوحش دخلوا الاتنين في عينيه، فخبى النور منهما، اختفى النور من عينيه. حيث جزعت القرية، جزعت يعني حزنت. احنا عارفين ان الجزع عكسها الصبر، جزعت عكسها صبرت. القرية كلها جزعت وحزنت لهذا الحادث الأليم. لويس برايل كان بيتميز بصفات هي اللي ساعدته على تجاوز هذه المحنة، هي اللي خلته يعدي الموقف اللي هو مر بيه ده. صفاته كان انه خفيف الروح وحد الذكاء. طب يتعلم ازاي القراية والكتابة؟ كان بيتعلم بطريقة الحروف البارزة، كانت معروفة في الوقت ده. طب ايه يا مستر الاسئلة اللي ممكن تجيلنا على القطعة دي؟ اول سؤال لما يجي يقولك متى فقد برايل بصره؟ فقد بصره سنة 1812، ونقول له ان هو كان في الثالثة من عمره. سؤال تاني لما يجي يقولك كيف فقد بصره؟ هنقول له ان هو كان بيلعب بمثقابين في محل ابيه صانع السروج، وبينما هو يجري تعثرت قدمه، وقع على الارض، اصاب المثقابان عينيه ففقد بصره. سؤال تاني لما يجي يقولك كم كان عمره؟ لسه قايلينها، كان في الثالثة من عمره. طيب سؤال تاني لما يجي يقولك ماذا يعمل اباه؟ خلاص عرفناها، كان صانع سروج. سؤال تاني ما موقف القرية؟ هنقول له جزعت القرية كلها لهذا الحادث الأليم. سؤال تاني ممكن يجيلك على الدرس ويقولك ما الصفات التي ساعدته على تجاوز هذه المحنة؟ هنقول له انه كان خفيف الروح وحاد الذكاء. سؤال تاني ما الطريقة التي تعلم بها القراءة والكتابة؟ هنقول له طريقة الحروف البارزة التي كانت معروفة حينذاك. والحروف البارزة كان ارتفاع كل منها عن سطح الورق. الحرف الواحد من الحروف دي بيرتفع عن سطح الورق 3 بساط، والبوصة 2 سم ونص. تخيل انت بقى 3 بساط في 2 ونص، 7 سم ونص بارزين كده فوق الورق، والعرض بتاعها ما بيقلش برضو عن بوستين، يعني 5 سم. متخيل انت الحرف ارتفاعه 7 سم ونص وعرضه 5 سم؟ لا ده كان كبير جدا. فالطريقة دي لم تشبع رغبة الغلام الطموح. يعني تشبع يعني ترضيه الغلام اللي هو لويس برايل، والطموح اللي هو المتطلع. فدي برضو من صفاته ان هو كان طموح، لان ضخامة كبر الحروف المستعملة فيها كانت بتمنع ان هو يستفاد بيها. طب ليه ما بيقدرش يستفاد بيها؟ لانه لو عايز يكتب قصة صغيرة بالحروف الكبيرة دي، ده عايز عدة مجلدات عشان يكتب القصة. وقلقه كان بيزداد كلما تقدم في السن، كل ما بيكبر قلقه بيزيد. ليه؟ لانه كان بيحب انه يقرأ ويكتب بسهولة، ومش عارف يلبي الرغبة دي. فهو اخترع طريقة ليه هو، واستعان بفكرة أحد الضباط كان بيستخدم بدل الحروف الكبيرة دي، كان بيستخدم نقط وعلامات بدل الحروف. طب والضباط دول برضو كانوا مكفوفين ما بيشوفوش؟ لا طبعا، دي كانت بتساعدهم ان هم يقرأوا الرسائل في الظلام. هو استعان بفكرة أحد الضباط ان هو استخدم نقط وعلامات بدل الحروف، بيقوم بإحداث ثقوب يعني فتحات في قطعة من الورق المقوى، بحيث ان اللي يلمسها يعرف ان ده نقطة ولا شرطة، وكانوا بيتمكنوا من خلالها ان هم يقروا الرسائل في الظلام. طب ايه الاسئله اللي ممكن تجيلنا هنا لما يجي يقولك السؤال علل لم تشبع طريقه الحروف البارزه رغبه برايل في التعلم؟ الاجابه لان ضخامه الحروف المستعمله فيها كانت تمنعه من الانتفاع بها، فكانت كتابه قصه صغيره تستغرق عده مجلدات. سؤال تاني لما يجي يقولك لماذا كان قلقه يزداد كلما تقدم بالسن؟
هنقول له لأنه كان يحب أن يقرأ ويكتب بسهولة ولم تساعده طريقة الحروف البارزة في ذلك. سؤال تاني لما يجي يقول لك كيف توصل إلى طريقته، كيف توصل للطريقة بتاعته، هنقول له عن طريق الاستعانة بفكرة أحد الضباط في استخدام نقط وعلامات بدل من الحروف، وده بإحداث ثقوب في الورق المقوى بحيث يعرف من يلمس اللي يلمس الثقب هو شرطة ولا نقطة، وبكده يتمكن الضباط والجنود من قراءة الرسائل في الظلام. يبقى دي كانت البداية في انه يتوصل لطريقته في القراءة والكتابة. ظل برايل 5 سنوات، استمر 5 سنوات يدرس يبحث يجرب، وكانت محاولاته بتكلل بالنجاح تارة وتواجه بالفشل تارة أخرى. تكلل الإكليل اللي هو التاج، تكلل يعني تتوج، مرة بينجح تارة يعني مرة وبيفشل مرة، بس هو لم يتراجع، هو كان عنده إصرار لم يتراجع، كمل لحد ما توصل إن هو عمل رموز لكل حرف. بدل ما يبقى الحرف كبير كده، لا، يعمل رمز للحرف، يعمل رمز للعلامة الموسيقية، يعمل رمز للأعداد الحسابية. وخلاص لما عمل طريقته هدي برايل، أرشد إلى هذه الطريقة. بعد ما وصل للطريقة بتاعته أرسلها فين؟ أرسلها للأكاديمية في باريس، فأعرضوا عنها، رفضوها، لم يهتموا بها. فعمل إيه؟ علمها لمين؟ علمها لتلاميذه اللي هم مارسوا العمل بها في وقت فراغهم. من فرط ما بذله، من كثرة ما بذله من جهد، مرض مرضا شديدا. مرض بسبب ايه؟ بسبب الجهد اللي بذله في هذه الطريقة. وكان الوقت ده اللي هو مريض فيه كان متزامن مع إقامة حفل كبير بيضم جمهور غفير من علية القوم. وفي الحفل ده عزفت على البيانو تلميذة من تلميذات برايل، ولسه ما خلصتش عزفها ضجت القاعة بالتصفيق. ضجت يعني ارتفعت القاعة بالأصوات، بأصوات التصفيق، وتسابق المشاهدون لتهنئتها على براعتها وموهبتها. فوقفت في مشهد كده بيدل على الوفاء والاعتراف بالجميل، قالت لهم تهنئتكم ينبغي ألا توجه إلى شخص ضعيف. هناك رجل عظيم أفنى زهرة عمره في سبيلنا. سبيلنا إنها دي بتعود على مين؟ سبيل مين؟ الذين فقدوا نعمة البصر، المكفوفين. وقد جاهد بقلبه وروحه وعبقريته حتى نجحت طريقته وتناقلت الصحف قصة برايل. برايل أفنى زهرة عمره. يعني أفنى يعني قضى وأنهى. زهرة عمره يعني أفضل أيام شبابه. إيه السؤال اللي ممكن يجي على القطعة اللي موجودة قدامنا لما يجي يقول لك كيف أثبت برايل أنه لا يعرف اليأس؟ هنقول له نظل 5 سنوات يدرس ويبحث ويجرب، كانت محاولاته تكلل بالنجاح مرة وبالفشل مرة أخرى، لكنه لم يتراجع بل واصل حتى توصل إلى طريقته. سؤال تاني يقول لك ماذا تعرف عن طريقة برايل؟ هنقول له هي عبارة عن رموز سهلة للحروف الأبجدية والعلامات الموسيقية والأعداد الحسابية. سؤال تاني اما يجي يقول لك ايه موقف الأكاديمية من الطريقة بتاعت برايل من طريقته؟ هنقول له لم تهتم الأكاديمية في باريس بطريقة برايل. طب علمها لمين بعد كده؟ علمها لتلاميذه الذين مارسوا العمل بها في أوقات فراغهم. سؤال تاني لماذا صفق الجمهور لتلميذة برايل؟ لبراعتها وموهبتها في العزف على البيانو. طب وقالت لهم ايه؟ إن تهنئتكم ينبغي ألا توجه إلى شخص ضعيف وإنما توجه إلى لويس برايل الذي أفنى زهرة عمره في سبيل المكفوفين. طب وده بيدل على إيه؟ كلامها ده بيدل على إيه؟ بيدل على الاعتراف بالجميل والوفاء إلى معلمها لويس برايل. فاتشهر لويس برايل واتشهرت الطريقة بتاعته وتناقلت الصحف قصة برايل واختراعه، وذاع الأمر في أرجاء فرنسا وتسابقت عيون العلماء للاستفادة من طريقته، حيث تقرر تعميم طريقته في جميع معاهد فرنسا. وهرول إلى برايل، هرول يعني أسرع، لفيف من تلاميذه، لفيف يعني جمع من تلامذته من طلابه يزفون، يزفون يعني يخبرونه، عكس الزفة العزة، يبقى يزفون عكسها ينعون، يزفون إليه النبأ الخبر. في الوقت ده حينها بكى برايل وقال لهم الآن أموت وأنا مطمئن إلى أن جهودي لن تموت معي. أنا دلوقتي أموت وأنا مطمن إن تعبي مش هيموت معايا. مات برايل وهو عنده 43 سنة، وأقيم شيد له في القرية التي فقد فيها بصره تمثال ظهر بعينين، بدا فيه بعينين، ظهر بعينين تفيضان شفقة تمتلئان رحمة. وحق له أن يوصف بواهب النور. واهب يعني مانح النور للمكفوفين، المكفوفين اللي هم فاقدي البصر وعكسها المبصرين. ايه الأسئلة اللي ممكن تيجي برضو على القطعة اللي موجودة قدامنا؟ أول سؤال لما يجي يقول لك دلل على نجاح طريقة برايل. الدليل إن تلميذة برايل تمكنت من العزف على البيانو ببراعة،
والدليل الثاني تناقل الصحف قصة برايل واختراعه وانتشار الأمر في فرنسا. والدليل الثالث تسابق العلماء للإفادة من طريقته. والرابع تقرير تعميمها في جميع معاهد فرنسا. سؤال تاني لما يجي يقولك لماذا اطمأن عندما علم برايل بتعميم طريقته؟ أدرك أن جهوده وتعبه لن يموت معه، فلن يضيع ما بذله من مجهود. السؤال اللي بعد كده بيقول كيف تم تكريمه؟ أقيم له تمثال، عملوا له تمثال في القرية التي فقد فيها بصره. سؤال بعد كده بيقول بما وصف ولماذا؟ وصف بواهب النور للمكفوفين. ليه؟ لأنه جعل المكفوف يقرأ كالمبصر. وبكده يبقى احنا قدرنا نشرح درس طريق النور ونتعرف على لويس برايل، وتعرفنا على المعاني المهمة اللي موجودة في الدرس، وقدرنا نستخرج الأسئلة اللي ممكن تجيلنا على درس طريق النور. بتمنى أكون قدرت أفيدكم. ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشير الفيديو لكل أصحابك عشان يستفادوا. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.